في ثقافتنا الشعبية الجميلة لما حد بيعمل أي حاجة غلط بيحب يلزقها في أي حد وأي حاجة، علشان يبان قدام نفسه وقدام الناس إنه الشخص اللي ما بيغلطش، وعلشان الإنسان بطبعه مش بيحب يغلط. بس في نوع من الناس غالبا موجود حوالينا كلنا بيكون شاطر جدا في الموضوع ده، وبيصل لدرجة كبيرة من الإتقان في إنه يعمل كده، ويفضل طول الوقت يستمتع ويتفنن في تركيب الأخطاء اللي هو بيعملها على الناس اللي حواليه، لأنه دايما بيكون شايف الناس اللي حواليه عبارة عن شماعات جاهزة ومستعدة دايما وفي أي وقت يترمي عليها أخطائه. لو أنت أول مرة ليك في القناة ما تنساش الاشتراك واللايك، ويلا بينا نبدأ. الشخص اللي بيحب يركب غلطه على شماعة الناس اللي حواليه اللي قلنا عليه في بداية الحلقة، لما بتحصل معاه أي مشكلة ويبدأ يحس إن هو طرف فيها بيبتدي يستخدم نظرية إن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. بتلاقيه ساب الغلط اللي هو عمله واندفع بشدة وهجوم تجاه أي شماعة تقابله، أي شخص قدامه سواء ليه علاقة بالموضوع أو لأ. على سبيل المثال لو شخص شغال في شركة معينة والمدير طلب منه يكتب له ورقة على الكمبيوتر، والشخص ده عمل الورقة بالفعل وراح يقدمها للمدير، المدير بيمسك الورقة ويلاقي فيها أخطاء كتير، والشخص هنا بيكتشف إنه غلط وإن شكله هيبقى وحش قدام المدير، فيبدأ يستخدم النظرية اللي قلنا عليها والهجوم بشدة على أقرب شماعة ليه. يعني مثلا هتلاقيه جاب اللوم على زميله اللي كان بيستعجله علشان يستخدم جهاز الكمبيوتر بعده، وإن باللي عمله ده تسبب في كل الأخطاء اللي حصلت، ويقول الكلام ده للمدير، وكمان يخرج يصيح قدام الناس كلها وقدام زميله اللي لبسه في الموضوع ده، وقد ايه زميله ده طلع شخص متسيب وتسبب في كل الأخطاء اللي حصلت. ومن كتر ما الشخص ده بيتقمص الدور زيادة عن اللازم بيبدأ يصدق نفسه. عقلنا ده جميل برضه، حتى لو بيكذب أو بيضحك على نفسه واللي حواليه بيحب يضحك ويكذب بكلام منطقي. يعني في المثال اللي فات عقل الشخص عاوز يلاقي أي مبرر غير إن هو اللي مسؤول عن الأخطاء اللي كانت في الورقة، فيدور على أي حاجة ويقنع نفسه بيها وكمان يصدقها ويحاول يقنع الناس اللي حواليه. يعني لو الشخص ملقاش زميله اللي كان بيستعجله كان هيجيب اللوم مثلا على زميلته اللي كانت بتتكلم في التليفون جنبه بصوت عالي، أو العمال اللي بيحفروا في الشارع، أو حتى الشخص اللي عمل صيانة لكمبيوتر الشركة من 3 أسابيع. المهم إن أي حد تاني يشيل الليلة، أي شماعة. والشخص ده هتلاقيه قدامك من وقت للتاني، هتلاقيه في المدرسة أو في الشغل أو في الشارع. بس المشكلة مش في إنك تلاقيه أو في إنه يعمل كده قدامك، المشكلة الكبيرة إنه ما يلاقيش حد يوقفه عن اللي هو بيعمله، وبرضه علشان ما يصدقش نفسه ويبدأ يسوق فيها. خصوصا إن الشخص ده بتلاقيه دايما ليه محسوبية أو سلطة في المكان اللي هو فيه، وده اللي بيدفعه يعمل كده، وكمان بيفكر إن دي شطارة منه. تخيل بقى لو الشخص ده لقى حد مش بيعترض أو مش فارق معاه يكون شماعة في أي وقت، هيعلق عليه كل كبيرة وصغيرة ويلبسه دايما في حاجات مش بتاعته. فلو انت عايش مع حد بيحب الشماعات وبيرمي كل حاجة على اللي حواليه، فديك فهمت شوية من الدوافع اللي بتخلي الناس تعمل كده. أما لو كنت من الناس اللي بتلاقي متعتها وراحتها في إن هي تلوم الناس التانية على حاجات هم ملهمش ذنب فيها، فحاول تصارح نفسك. صارح نفسك بالحقيقة واعترف بغلطك قدام نفسك قبل اللي حواليك. مش عيب إن الناس تغلط، العيب إنهم يكونوا أجبن من تحمل مسؤولية أخطائهم، ويكون كل همهم تحويل الناس اللي حواليهم لشماعات. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.